بعد ما أعلنت الفنانة مي عز الدين خبر جوازها، الخبر ده فرح ناس كتير جدا، سواء جمهورها طبعا أول ناس فرحوا بشكل كبير جدا ليها، وكمان أصحابها الفنانين والمذيعين والمذيعات أصدقائها برضه فرحوا لها جدا. ومن كتر فرحتهم بيها في مذيعات كتيرة طلعوا باركولها على الهوا، زي المذيعة رضوى الشربيني اللي باركت لها وكانت فرحانة جدا بيها، وكانت بتقول ان هي يعني مي عز الدين صديقة قريبة جدا ليها، وان هي فرحانه قوي لان هي شايفاها شخصيه طيبه جدا ومن جوه وتستاهل كل خير. ومش بس رضوى الشربيني، كمان من المذيعات اللي طلعوا باركولها المذيعه الجميله ريهام سعيد، طلعت باركت لها واتكلمت في موضوع كده او في نقطه كانت مضايقاها جدا من الناس. قالت ايه بقى ريهام سعيد؟ قالت: مساء الخير يا جماعه، في حاجه كده عايزه اقولها. اولا، من اسعد الاخبار هو جواز الفنانه مي عز الدين، وزي ما يكون كلنا كنا مستنيين الخبر ده، وبجد انا اتشرفت اني اشتغلت معاها قبل كده في مسلسل، تقصد مسلسل الشك. بجد شخصية جميلة ولطيفة وطيبة قوي قوي قوي. ومامتها الله يرحمها ما كانتش بتسيب حد غير لما تكرمه وتجامله. فألف مبروك يا مي وربنا يسعدك. فأول حاجة الخبر ده كل الناس كاتبه مبروك وفرحانه، قلت ما شاء الله، مفيش حد كاتب حاجه كده ولا كده، كله كلام جميل وحلو، ولا حد قال حاجه عن الفستان ولا عن الميك اب، والكلام ده كله كان حلو جدا. بتكمل كلامها ريهام وبتقول: ففضلنا كده 24 ساعة من الهدوء وفرحانين لمي، وده مش بيحصل كتير، لأن اللي بيحصل دايما إن أي حد بيتجوز أو يتطلق لازم الناس تدور وراه ويجيبوا صوره زمان ويشوف كان متجوز مين قبل كده وعنده عيال من مين وحاجة، يعني مش عايزة أقول. فبعد ما عدى الليلة الجميلة دي بتاعة الفرح، الناس بدأت بقى تدور ورا العريس ويقولك: أصل ده كان يعرف فنانة تانية، فالفنانة تطلع تقول ده كان صديق مش أكتر، فالناس ما تصدق فيجيبوا لهم صورهم مع بعض زمان وينزلوها. انتوا بتعملوا ايه وبتعملوا كده ليه؟ حتى لو كان مرتبطين ببعض الاول فبتنزلوها ليه دلوقتي؟ بتخربوا بيت واحدة قعدت بقالها 30 سنة مش متجوزة وخلاص كتبت كتابها اول امبارح، احنا بقى بنزعلها ليه؟ بنضايقها ليه؟ احنا مالنا؟ فياريت يا جماعة نهدى ونسيبها تفرح. ده ما عداش اسبوع عشان تعملوا اللي بتعملوه ده كله. مش هقول اكتر من كده، والف مبروك يا مي مرة تانية. بصراحة يعني في جزء من كلامها بصراحة عندها حق فيه، ان ناس كتير جدا فعلا بعد ما مي نزلت صورها مي عز الدين، ناس كتير جدا قالت ان هم يعني مش مرتاحين خالص للجوازة دي، وفي ناس كتير قالت ان هو كانوا شاكين ان هو مرتبط بالفنانة هيدي كرم، وقعدوا يتكلموا كلام كتير جدا. في ناس كتير جدا كانت بتقول وجهة نظرها في الموضوع، وكانوا شايفين ان يعني ليهم وجهة نظر في العريس ان هو مش مناسب وهكذا. وفي ناس اللي شافت لا، يعني كل ان هو تمام وكل حاجة، وكانوا فرحانين جدا جدا لمي. فالآراء اختلفت، بس هي يمكن ريهام هنا تقصد فعلا ان ممكن كلام الناس ده حتى لو هي يعني الناس طبيعي، اي حد مشهور لازم الناس هتبقى ليها وجهة نظر في سواء زواجها او طلاقها او اي حاجة بتحصل لازم بيبقوا لهم، ودي زي ما بيقولوا كده ضريبة الشهرة. لكن فعلا فكرة ان هي خايفة ان الكلام ده ممكن يضايق مي او يأثر على فرحتها، وناس كتير جدا من كتر حبها فعلا في مي عز الدين مش حابين ان هي تكون متضايقة او تزعل او الكلام ده يأثر عليها. ففعلا ربنا يتمم لها على خير ويسعدها ان شاء الله بإذن الله ويفرحها.